يا مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته في اول رمضان تقريبا. بس ان شاء الله هنزل لكم كل الفيديوهات اللي انا صورتها في رمضان ومعرفتش انزلها لكم. اول حاجه النهارده هنعملها مع بعض الكحك الناعم الخطير من غير خميره. اول حاجه معانا كده هحتاج 550 جرام سمنه مثلجه، يعني طالعه من التلاجة ما تبقاش متجمده ولا حاجه. كمان هحتاج 30 جرام من لبن البودرة، يعني حوالي معلقتين كبيرة. انا معايرة طبعا بالميزان. بس انا بحاول ان انا اظبط لكم الدنيا بالمعلقة، بس نصيحة طبعا الميزان هيفرق معاكم جدا جدا جدا، خصوصا في النواعم والحلويات، وده كل مرة انا بقوله لكم. هنا كده معايا سكر بودرة، طبعا لازم ننخله، انا كنت ناسية بس افتكرت اخر لحظة الحمد لله ان انا لازم انخله. معايا 100 جرام سكر بودرة منخول، طبعا ما ننساش لازم ننخله. آه كل المقادير طبعا احنا هنحطها على بعض. معايا ده الدقيق اللي انا استعملته، دقيق كويتي. انا بحبه جدا في النواعم والمعجنات عموما، خصوصا يعني في النواعم اكتر. معايا طبعا مية، هحتاج هنا في المية 200 جرام، 200 ملي، 200 ملي مية عادية خالص. تمام. كل المقادير هنحطها على بعض ما عدا الميه. تمام. هنا كده انا بحط روح الموز. روح الموز ده انا كنت جايباها من ريح الكحك، سوري. كنت جايباها من مصر، ازايز اللي هي الصغيره دي، بس ريحتها حلوه قوي، ريحتها جميله جدا. بس انا كنت جايبه منها كميه. طيب لو انتي مش عندك اللي هي ريح الكحك السايله اللي زي اللي معايا دي، هتحطي هتحطي 15 جرام من ريحة الكحك، طبعا اللي هي المحلب او اي نوع عندك موجود. تمام. هنا طبعا انا كده دلوقتي بالكف اللي هو في العجان ده انا ببس الكحك بتاعي، ودي خطوة مهمة جدا 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 في الكحك. بعد ما نبسه حوالي 10 دقايق كده، من 10 دقايق لربع ساعة. تقدري طبعا، مش لازم عجان خالص على فكرة، تقدري تعملي ده بايدك، تبسيه بايدك. وطبعا انا عملت لكم قبل كده ازاي ابسه على ايدي في الفيديوهات اللي هي السنة اللي فاتت في عيد الفطر برضو. هنا كده هنحط المية بالراحة خالص، احنا مش هنعجن الكحك، ما بيتعجنش. هنا كده بس ايه، بنقلب المية مع الخليط بتاعي. وزي ما انتم شايفين كده انا طلعته على طول، ما كملش دقايق، يا دوبك بس المية اختلطت بالعجين بتاعي وخلاص. هنا كده حطيته على الرخامة بتاعتي، وبعدين قعدت ايه اقلب في العجينة كده. شايفين العجينة ملمسها طري طري جدا وناعمة ناعمة جدا. بصوا احنا مش هنعجنه، هنلم العجين بس مش اكتر. وطبعا انا ما زودتش ميه ولا اي حاجه، هم 200 ملي او 200 ملي ميه بس كده مش اكتر. وهكتب لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف. بصوا انا ضغطت على العجينه اهوت، اعمل لها اختبار وكده، ما بتشققش معايا ولا حاجه. وعموما احنا حطينا لبن بودرة، مش هنحط حليب خالص طالما حطيتي لبن بودرة. لو مش عندك لبن بودرة هتحطي حليب. تمام. اللي هي ال 200 جرام، 200 ملي مية، هنخليهم 200 ملي مية على حليب. ما تخلوش حليب بس، فاهماني؟ لان الحليب بينشف الكحك، فاحنا مش عايزين الكحك ينشف مننا. بس كده، هي دي المقادير بتاعتنا، سهل جدا وبسيط جدا. وسامحوني ان انا بعجن في العجان، لان انا ما بعرفش يعني، يعني ايديا بايظه اصلا، مش بعرف اعجن على ايدي، فالعجينه بالنسبه لي اسهل. لكن انتي لو مش عندك عجان تقدري تعجني بايدك عادي خالص، مفيش اي مشكله. طبعا عايزه اقول لكم ان انا قبل ما اخلص قبل ما اعجن الكحك اصلا، كنت مجهزه الملبن بتاعي. وزي ما انتم شايفين يعني المقطع ده كان المفروض قبل ما اعمل الكحك. هنا كده كنت محمصه شويه عين جمل. التحميص بيخلي ريحته حلوة كده في الكحكاية عموما. الكحك أصلا بيحب عين الجمل، يعني ما تقوليليش بندق ولا كاج ولا الكلام ده، هو بيحب عين الجمل. هنا كده أنا هحشي ملبن، وهحشي الملبن ومعاه قطعة كده من عين الجمل، بيبقى طعمه حلو قوي. عايزة تحطي عين جمل بس براحتك، عايزة تحطي ملبن بس براحتك. الملبن تقدري تعجنيه بمعلقة سمنة. عايزة تحطي معلقتين سمسم متحمص، براحتك. انا من النوع اللي انا ما بحبش احط سمسم في الكحك. بس براحتك، لو انت حابه تحطي في الكحك حطي معلقتين
معلقتين سمسم متحمص، تمام. عايزة تحطي في الملبن حطي برضو معلقتين، ما تكتريش عن كده. بس أنا ما باحبش، أنا حطيت بقى اللي هو الملبن، عجنته كده بمعلقة سمنة و وحطيت عليه قطعة كده من العين الجمل. في ناس كتير تقول لِك ما تعجنيش الملبن بالسمنة علشان الكحك بيشقّق، لأ خالص مش بيشقّق وطول عمرنا بنعمل كده. آآ بس الكحك لمّا بيشقّق بيكون يا إما هدّيتِ النار عليه أوي، يا إما سِبتيه يخمر فترة طويلة جدًا قبل ما يدخل الفرن. الحاجة التالتة إيه، بتكون قطعة العجينة صغيرة، الكحكاية نفسها صغيرة والملبن حجمه كبير. ده 3 حاجات من الحاجات اللي أنا باقولهم لكم اللي بيخلّي الكحك يشقّق منِّك وهو في الفرن. طبعًا أنا كده دلوقتي باحشي الكحكاية تقريبًا 25 جرام. هنحط لها مثلًا 5 جرام 5 جرام ملبن، ما تكتريش عن كده عشان ما يشققش منِّك، أو ممكن تزوّدي حجم الكحكاية، يعني ممكن تخلّيها 27 جرام، أنا حاساها هتبقى كويسة جدًا. بس كده هنخلّص بقى الكمية، طبعًا أنا هاعمله بالمكبس مش عاملة بالمنقاش خالص السنة دي. ف أنا كنت محضّرة المنقاش بتاع المكبس، بس أنا حسيت إن المكبس أسرع لي يعني وكده. بس كده، دي كل اللي يخُص الكحك بتاعنا النهارده، بسيط وسهل. شايفين الكحكاية ما شاء الله العجينة نفسها طرية، ملمسها ناعم، مش محتاجة. طيب لو حسيتِ إن هي ملمسها جامد شوية في إيدِك وأنتِ بتقطّعيها، ما تزوّديش مَيّة ولا تزوّدي سمنة. لو أنتِ معايرة بالميزان وحاجتِك كلّها مضبوطة، ما تزوّديش أي حاجة. كل الحكاية إن أنتِ بتمسكيها بس في إيدِك كده إيه، وتضغطي عليها بإيديكِ شوية كده بتطرى في إيدِك، ما بتبقاش محتاجة لا مَيّة ولا سمنة ولا حاجة. أتمنى منكم إن الميزان يا بنات، بُصّوا هيفرق معاكم جدًا، جدًا والله. أنا شُفت تجارب في رمضان لبنات عاملين كحك، الله أكبر، حاجات كلّها بايظة، والله العظيم صعبانين عليَّ جدًا. الحاجة غالية والحاجة نضيفة والحاجة متكلفة، طب ليه أبوّظها؟ ليه تبوظ منّي؟ يعني الكحك ليه يبوظ منِّك؟ ده الكحك ده من أسهل الحاجات، إزاي يبوظ منِّك أصلًا؟ الميزان أكيد طبعًا هي وزنت حاجة غلط، عملت حاجة غلط في الكحك، فخدوا بالكم من الحاجات دي. هاخلّص بقى الكمية بتاعتي وأرجع لكم تاني. طبعًا أنا خلّصت على طول ال3 سيجان، يعني الكيلو ما شاء الله عمل لي 3 سيجان زي ما أنتم شايفين كده. على طول دخّلته الفرن، يُستحسن كمان يعني الصاج اللي تخلّصيه دخّليه الفرن على طول، الفرن طبعًا سُخن على درجة حرارة 200، تمام. مش يعني ما تأخّريش، ما تطوّليش على الكحك في الفرن عشان ما يشقّقش منِّك ولا حاجة. هنا طبعًا بعد ما بِرِد حطّيت سُكّر بودرة وعليهم شوية معلقتين نشا. آآ النشا ليه حطيتِ نشا مع السُكّر البودرة؟ النشا بيخلّي السُكّر يلزق كده على الكحكاية ويبقى لونها أبيض، ومهما هبَتّي فيها اللون الأبيض الجميل ده ما بيطلعش منها، والسُكّر كمان لازق عليها، فاهمين قصدي؟ ده بيكون شكل الكحك بتاعي في النهاية. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى من اللايك والاشتراك في القناة، وفعّلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.